حبايب، هاي مكونات وطريقة عمل الصمون العراقي، لأن كثير سألوني مدى يضبطون الطريقة. فهنا عندي 3 كوب طحين مثل ما تشوفون بهذا الكوب، أو أي كوب انتو تفضلوا يعني تقيسون بيه. هنا عندي هاي الخميرة اللي هي خميرة الخبز، ملعقة بهذه، وملعقة مثلها سكر، بس حتى تتفاعل الخميرة نحط وياها سكر، ونحط لهم شوية مي حتى يذوبون. وهنا عندي بنفس الملعقة أقيس 3 ملعقة بهذه زيت نباتي، زيت اللي هو نستخدمه للطبخ، ورشة ملح، يعني ملح مو كثير عادة نخليه، بس مو أكثر من هيك، ونعجنه عجن جيد. وهنا عندي مي دافي، فالمي حسب حاجة العجينة. وهسه إن شاء الله راح أشوفكم العجينة شلون يكون قوامها، وتابعوا الفيديو للنهاية إن شاء الله. وهاي خلطتهم الخميرة اللي مذوبتها بمي والسكر، وحطيت ملح والزيت أيضا خلطتهم، وراح أضيف مي وأعجن، وراح أشوفكم قوام العجينة من أكملها إن شاء الله. وهاي مثل ما شايفين حبايب صارت بهذا الشكل، شوية لينة مثل ما شايفين، يعني قوامها تكون شوية لينة، هي عجينة الصمون ألين من باقي المخبوزات. وهسه راح أغطيها بهذا النايلون مثل ما شايفين، وراح أتركها تتخمر شي ساعة إن شاء الله، وبعدين نشكلها. وتابعوا الفيديو للنهاية. وهاي حبايب هاي عجينة الصمون مثل ما شايفين شلون نفخت وشلون صارت. فهسه راح أشكلها إن شاء الله، وتابعوا الفيديو للأخير. هسه خليتها هنا على هاي طاولة العمل، ومثل ما شايفين يعني خليت طحين مثل ما شايفين شلون قوامها. إذا ملاحظين إنه لين شوية يكون الصمون، بالتحديد لازم يكون شوية العجينة بيها ليونة نوعا ما. وهسه راح أقطعها بهاي القطاعة وأشكلها على شكل دوائر، وبعدين نشكل على شكل الصمون العراقي. وتابعوا الفيديو للنهاية إن شاء الله. وهاي بعد ما قطعتهم، ومثل ما شايفين حطيت طحين يعني وخلتهم على الطحين. فبعدين راح اسويهم مثل شكل الصمون العراقي، يكون له راسين يعني منا ومنا. والفرن طبعا لازم يكون مجهز ومفتوح على اعلى درجة حرارة. وتابعوا للنهاية. وهاي حبايبنا مثل ما شايفين الصمون العراقي بهذا الشكل نسويه، يعني بس نمسك منا ومنا من الأطراف حتى يصير نفس الصمون العراقي بهذا الشكل، ونسويها بهذا الشكل ونخليها هنا. بس ناخذ واحدة ثانية بس هيك نمسكها بهذا الشكل، والنص هيك ندوس عليه بهذا الشكل ونخليها. وهاي حبايبنا مثل ما شايفين الصمون بالفرن. اول شي كنت فاتحته من جوا طبعا على اعلى درجة حرارة، وبعدين هسه طفيته من جوا وفتحته من فوق بس يتحمر شوية واطلعه.